عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل الكرواسون او المولتو اللي كلنا بنحبه وبنعشقه بسبب الشوكولاته اللي عليه والتوريقه بتاعته الجميله بجد ده بدوب وهاشش جدا من جوه ومورق من غير ما نقعد نورق ونسيبه يرتاح شويه وندهن بعد كده زبده ونسيبه يرتاح شويه. لا، كل ده مش هنعمله خالص وهيبقى مورق معانا وجميل وحاجه تفتح النفس. شايفين قد ايه مورق من جوه وكل ده من غير ولا حاجه، من غير ما اسيبه يتورق واحطه في التلاجة واشيل من التلاجة واورق تاني. يلا بينا نشوف المقادير. يلا بينا مبدئيا كده المقادير هي نفس مقادير الباتيه، مفيش اي اختلاف فيهم خالص. هي العجينه دي معتمده للاتنين. معنا البيض، معنا نص كيلو دقيق، معنا معلقتين لبن بودره، معلقتين سكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعانا باكت من الخميره سبته طبعا يتفاعل في كوبايه على جنب. دي نصها لبن ونصها ميه دافيه طبعا، وحطيت فيها الخميره ومعلقه صغيره من السكر عشان الخميره تتفاعل. وهبتدي احط المواد الجافه كلها مع بعضها تمام زي ما انتوا شايفين كده، واديها تقليبه طبعا قبل اي سوائل تنزل عليها. وهنا البيضه هحطها مع الخميره زي ما قلت بالظبط في فيديو الباتيه عشان ريحه الزفاره، لان انا هنا مش هحط فانيليا برضو. فهي العجينة معتمدة للاتنين، جربيها مش تندمي بجد. العجينة دي معتمدة للاتنين وتحفة وسهلة وبسيطة، حاجة كده خيالية زي ما بيقولوا. هبتدي اقلب البيضة كويس جدا جدا مع الخميرة واللبن والمية والخميرة اللي انا اتأكدت 100% ان هي شغالة، وهنزل بربع كوباية من الزيت. تمام زي ما انتم شايفين، واقلب المكونات الجافة طبعا قبل ما انزل باي سوائل زي ما قلت في البداية. اتاكد ان كل المواد الجافه بقت متجانسه مع بعضها. طبعا عجنتها كالمعتاد ربع ساعه عجن وسبتها تخمر معايا كويس قوي. وهنا كانت خمرت معايا وابتديت ان انا ارش الرخامه دقيق وابتدي ان انا افرد العجينه. شايفين العجينه طريه جدا لان انا بعجن ربع ساعه، ما بحطش دقيق. يعني لو هي احتاجت مني سوائل احط سوائل، لكن ما زودش دقيق. الدقيق هيخلي العجينه ناشفه معايا مش طريه كده ما فيهاش التلزيقه. طول ما العجينة فيها تلزيقة بسيطة كده وخفيفة اعتمدي ان العجينة دي هتبقى هشة وطرية كده وجميلة قوي معاكي. طبعا انا هنا جبت بقى الفرادة دي بصراحة لان لقيتها احسن واسهل من ايدي على طول وهتفردها معايا، وسمكها مش تخين خالص. تمام زي ما انتم شايفين كده. هنا معايا سيحت شوية زبدة، هنا سيحتها تمام خالص. طبعا الباتيه ما كنتش بسيح الزبدة، هنا انا سيحتها وهسيبها لحد ما تجمد شوية على الكرواسون بتاعي. شايفين زي ما انتم شايفين كده، يعني انا دهنت العجينة ومش هشتغل فيها تقطيع وابتدي ان انا الفها شكل الكرواسون. لا بصوا شايفين انا هنا ما اشتغلتش غير لما الزبدة نشفت تماما على العجينة زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا بقى اقطعها لمثلثات اكني هقطع بيتزا بالظبط. قطعت البيتزا واقطعها مثلثات، بس مثلثات رفيعه شويه عن مثلثات البيتزا. من هنا هنطلع شكل الكرواسون الهايل. يعني في ناس كتير ما بتعرفش تطلع شكل المولتو او شكل الكرواسون بالظبط زي اللي بنجيبه من بره. هي دي التقطيعه الصح اللي تخليكي تطلعيه بالظبط نفس الشكل اللي بنجيبه من بره. شايفين. وطبعا هنخلي القفله زي ما قلنا في الارضيه بتاعه الكرواسون او الباتيه. اي معجنات بتعمليها وليها قفله في النهايه لازم تخلي القفله دي في ارضيه المعجنات اللي انت عاملاها. يستحيل ابدا تكون في الوش او في الجنب، هتفك معاكي وهيبقى شكلها مش لطيف خالص. زي ما انتم شايفين كده جبت صاج معايا مدهون من الزيت، دهنه خفيفه خالص كده وبسيطه. وهبتدي ان انا اكمل بقيه الكرواسون معايا. شايفين الحته الاخيره دي المفروض ان انا اشدها تمام، لان انا لما الحته الاخيره دي هي اللي هتديني الشكل ان اللف الكتير اللي على الكرواسون. فاحنا لما بنشد كده الشده دي بتفرق مع الكرواسون قوي في اللف. زي ما انتم شايفين كده ابتدي بقى كله كده ايه الفه. طبعا المثلثات في مثلثات جت كبيره ومثلثات جت صغيره عادي، يعني ايدينا مش ورقه ومسطره، يعني قلم ومسطره اسفه. زي ما انتم شايفين هنا خلاص انا حطيت الكرواسون كله في الصاج اللي دهنته زيت وهسيبه يستريح طبعا. وبعد ما يستريح هدخله على فرن مسبق التشغيل واسيبه لحد ما ياخد لون من الارضيه ولون من الوش. طبعا الوش ده اللون هياخده ازاي؟ هياخده من الشوايه، هنشغل الشوايه عليه تدينا اللون التحفه ده. طبعا كده في كام واحده غايبين من الصاج. طبعا يعني طبيعي لازم يغيب كام واحده من الصاج من حلاوته وجماله وهشاشته وطراوته اللي بجد مش معقوله. انا عايزه اقول لكم ان انا بشيله من الصاج بجد طراوه فظيعه.
وكنت هنا خلاص شكلته وزينته كده بالشوكولات، ان انا سيحت شوكولاته على حمام مائي وزودتها شويه زيت، طبعا عشان انا عايزه الشوكولاته تبقى ناشفه عليه، ومش ناشفه اللي هي تبقى ناشفه قوي كده خالص، لا يعني زي ما احنا بنشوفه كده بنجيبه من بره. يبقى هو شويه شوكولاته شويه زيت عليها وبس. وبعد كده هزين بشويه كده شوكولاته تاني فوق، بيضه من فوق كده بيضه، او شويه فرماسيه سبرينكلز اللي تحبيه خالص زيني بيه. هو ده اللي انا زينت بيه. ده كان فيديو النهارده، فيديو خفيف لطيف، انتظروني في فيديو جديد. سلام.